مساء الخير عليكم. وانا بقالي 3 ساعات عماله ادور على التليفون بسبب ده الانيمال الصغير ده. عشان بقول لكم ايه. المهم يا جماعه صلوا على النبي وحدوا الله كده. المشتريات بتاعت الشهر، القمر اللي انتوا كل شهر بتستنوها، القمر واللي احنا هنتشرح مع بعض. الاسعار غاليه وانا مش هتفلحس لكم فيها، اعمل لكم ام العريف، بس همشي على قدي. هعمل ايه؟ عماله بتحايل على الراجل بتاعي يزودني 200 بلبل، مش راضي، بيقول الدنيا بايظه. فيلا معانا ربنا ونحاول كده نلم الدنيا. لو لسه جديد معايا اعملوا لي سبسكرايب ولايك وكومنتات كتيره، بحبكم كتير. يلا نصلي على النبي ونبتدي اليوم بتاعنا. يا جماعه الاسعار نار نار نار. الفراخ ب 55 جنيه، 55 صح الوراك؟ 52 بقول 52. والصدور البانيه الكيلو ب 105. بس انا هاخد بقى صدور البانيه بالعظم الكيلو ب 75. فانا هاخد صدر بالجناحين بتوعه، ممكن اخد على الاثنين واخليهم زي ما ماما انا اقطعهم في البيت. ومش عارفه بقى اشوف لسه هاخد فراخ وايه. اهي 90 ماليش دعوه بحق الذبح، انا مالي. لا الذبح والله ما هيحصل. هو 90 ما ينفعش والله العظيم. مش هاخد 90 جنيه يا محمد. طب مش جاي اشتري من عنده تاني، عايز اخد 102 جنيه ونص فرق، وال2 ونص دول هيعملوا معايا لسه في حق الوراك. ابراهيم فرخه ما بياخدش مني اقسم بالله حق التنظيف. وزنه في الدنيا. بصوا يا جماعه ده كيلو عامل 52 132. ما اعرفش هما كام ورك يا جماعه، بس الدنيا بايظه يعني. عارفين نهار طين علينا، نهار طين علينا 365 كام ورك، والبانيه والفرخه من غير الاجنحه. نهار طين. تعالى تعالى بس استنى تعالى والله استنى بس هقول لكم على حاجه. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم يزودني. يا عم تعالى يا عم تعالى. الفراخ هيبقى ب 365 جنيه. هو انت جبتي فراخ ليه؟ مش قلتي هتجيبي فرخه بس؟ فرخه ايه؟ طول الشهر بنقعد بفرخه؟ لا النهارده. لا يا حبيبي عشان بجيب حاجات الشهر كل يوم. مش قلت لي عشان انا متاخره مش عاجبني؟ ايوه ما هو ده بالمره. بالمره. المهم دلوقتي لا مش عارفه اعمل ايه. اروح اغير ونيجي نعمل مع بعض التتبيله. ده كده فيديو اول يوم، انتوا طلبتوا مني كل فيديو على بعض. فاللايك والكومنت والشير وتصلوا على النبي. يلا نكمل مع بعض. عشان اليوم اللي احنا مش هنعمل فيه فراخ هنعمل مثلا يا كبده ومكرونه، يا كشري وكفته، يا سندوتشات برجر، يا مثلا اي اكل خفيف. طبعا الناس بتحب الاكله الحرشه المرشه كده. اي شويه بطاطس متحمرين عليهم شويه بتنجان، طبق جبنه قديمه وتاكلوا. يا اما سندوتشات في السريع، بطاطس متحمره على الكاتشب على شويه خس كده وكابوتشي، بيبقى قمر قمر والله العظيم. هو الخس هو الكابوتشي، معلش يا جماعه. انا بقى تعمدت ان اخد الصدور كده بحالها عشان اعملها. الصدر ما كانش كبير كافي، فانا قلت وقتها يا ريتني كنت اخدت صدر واحد، بس هو نفعني برضو مش وحش. طلعت اول حاجه الموزه، فصلت الموزه عن الصدر. دي القطعه دي اسمها الموزه في الصدر بتاع الفرخه، بتبقى حته طويله كده وتخينه ومقلبظه شويه. فانا قلت اطلع اول صدر كده اعمله ستريبس بس تخين مش رفيع. يعني هو قدامكم بقطعه، بس هقطعه بقى بالطول مش طرنشات، يعني هقطعها كده بالطول زي ما هي. بصوا كده، ايوه زي ما هي. دي بقى جربوها كده، حطوها في تتبيله بالبصل والطماطم وسيبوها كده في الفريزر. لما تيجي تطلع بقى اعملوا لها برضو تتبيله تانية. طبق كده فيه شويه لبن مع معلقتين دقيق، مع بقى توم باودر وبصل باودر وشويه كاري وشويه كركم كتير كده يخلوا لونها تبقى اصفر. وبعد كده سيبوها فيها ساعه ولا حاجه،
هاتي طبق تاني فيه شويه دقيق، حطي فيه كركم وكاري، وحطي فيه اللي هو البابريكا تخلي لونها احمر شويه، وابتدي خدي الفراخ من الخلطه لقلب الدقيق. اللي بعد كده تكوني حاطه طبق فيه ميه ساقعه تلج او مكعبات تلج، تسقطي فيه البانيه بعد ما طلعتيها من الدقيق، وارجعي حطيها في الدقيق مره تانية، وبعد ما تطلعيها المره الاخيره من الدقيق انطريها كده كويس بايدك وحطيها كده في طبق لوحده، هتلاقيها عملت من بره الطبق الكريسبي اللي هي مكشكشه. ولما تيجي تحطيها في الزيت، يا ريت الزيت يكون كتير ويكون متسخن وسط يعني. بس دي الطريقه بتاعت البانيه الكريسبي او الكنتاكي او اي طريقه عايزين تعملوها كريسبي يعني مقرمشه. نفعوني صدرين حلو قوي، بس بجد انا يعني حسيت ان انا دفعت كتير قوي في الفراخ وما جبتش فراخ كتير كفايه. هنا عملت التتبيله بتاعتهم وقطعت الوراك لوحديها او الفخده والدبوس لوحده. الثلاث دبابيس دول هجيب ان شاء الله اجنحه وهبقى احطهم معاهم. انا لسه هنزل معاكم واجيب شويه حاجات تاني يعني. دول كده اول يوم خدت 500 جنيه جبت دول. والمنظفات على فكره انا جبتها نسيت اوريها لكم. مليت ازازه كبيره كده معطر للارض وازازه كلور وجبت سلك وظبطت الدنيا. هنا بقى الوراك بعد ما خلصت بصوا كام طبق ما شاء الله. عملت معايا بالظبط كده، دي 1 دي 2 3. وجبت فرخه كبيره، الفرخه ما شاء الله كانت حلوه قوي. والبانيه كمان عمل معايا اطباق كتير. فلو هتحسبوا كده شوفوا هناكل كام مره في الشهر فراخ اهو ما شاء الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 وكمان في طبق فيه 2 مرتين. فانا ما كانش عندي مكان فحطيتهم جنب بعض بس كده. فما شاء الله يعني عملوا معانا وجبات كتير اهو. الدبابيس كده وجبتين والبقيه الورك عملوا معانا 3 وجبات. فان شاء الله كده اجيب كيلو اجنحه صافي اما كيلو بالرقبه اللي هي بالزور بتاعها. انا بحبها قوي على فكره يا جماعه. وهقسمها عليهم عشان برضو سجوده ياكل معانا. انا كده كده لما بعمل الفراخ بدي سجوده من الورك على فكره. وانا بحب قوي بموت بعشق في الاجنحه سواء بقى كنتاكي او طبيخ او اي حاجه فيها. انا بحب الاجنحه جدا. والستريبس ده بقى عملت ستريبس وطلعت كمان 6 صدر بحاله زي ما هو عشان مش عارفه انا هعمل بيه ايه. بس انا فكره في دماغي يعني. نفسي بقى اتبل البانيه كده بالكامل معاكم واشيله بحيث ان احنا نطلعوه من الفريزر نحمروه على طول. بس انا حبيت اسيبه كده علشان خاطر لما اجي اعمل تصوير على التيك توك ابتدي معاهم من البدايه وكمان معاكم وافهمكم عشان لو في ناس لسه بتخش معايا جديد. الفرخه انا بقى حشيتها ما بين الجلد كده شويه بهارات علشان تبقى تديها طعم حلو. عايزه اقول لكم ان انتوا لازم تجربوها عشان في ناس كتير جربتها ودعت لي. فانت كمان ما تستعجليش او ما تنسيش وجربيها وما تستعجليش في الحكم عليا في يا مساء الخير عليكم من تاني يوم المشتريات. يلا بينا بقى جهزوا نفسيكم ونروح نجيب بقيه الحاجات مع بعض. ورايا حاجات قد كده ودماغي قد كده وحياه ربنا. صلوا على النبي بقى واعملوا سبسكرايب لو لسه ما عملتوش وحطوا لي لايك. ويلا بينا نشوف بقى الحاجه اللي احنا هنجيبها ونشوف الاسعار مع بعض وربنا يستر. دخلت بقى بيت الجمله هنا واول ما دخلت انا عماله ببص على الاسعار وكانت دماغي سايحه مني جدا. بمسك الحاجه وارجع اسيبها تاني. عايزه اقول لكم ان الناس بجد ما عندهاش ضمير يعني. لو عندهم منتجات محطوطه في قلب الماركت وجت نزلت اسعار جديده بيروحوا مغيرين الحاجات اللي عندهم السلعه اللي عندهم بالاسعار الجديده اللي هي اصلا لسه ما اتعرضتش. والله العظيم بجد يا جماعه انا مش عارفه الناس دي بجد عندها ضمير ازاي. انا لو عندي محل اقسم بالله ما هعمل كده خالص خالص بجد. المهم ان انا دلوقتي دخلت جبت اول حاجه ب 10 جنيه لبن بودر وفلفل اسمر وجبت شويه سمسم. يا جماعه انا مش هبشركم بس بجد الاسعار زفت التين نهار طين علينا. البيض انا ما جبتش بيض ولا جبت جبنه تركي. جبت شويه حاجات اقسم بالله 400 جنيه. لما اروح اوريكم الفاتوره انا مصدومه بجد. ما جينا عند زيزو اهو عشان كل شويه بيقول لي بتيجي تشتروا منه. تعالوا نشوف هنجيب ايه مع بعض. نهار طين علينا. الطحينه الربع كيلو ب 20 جنيه. نهار ابيض يا جماعه بجد. بتتجوزوش اشيل الهم بدري بدري بدري. خلاص انا شلته وخلاص. تكلف كام وقول لي دلوقتي اصدمني عشان انا عايزه اتصدم قبل ما اروح اشتري اللحمه. 4 كيلو 4 كيلو رز في 17. انت كمان مش عارف تقرا يعني. هو فلوس ومش عارف تقرا. انا خطي زي الزفت الصراحه. 158. نهار ابيض هتحسبهم تاني. صور لكم هنا الصدوق بقى ب 100. كان الشهر اللي فات ب 80 بيتهيألي. والكبده ب 90. الشهر اللي فات كانت ب 80. الحاجه بجد صعبه قوي. بجيب من المحل اللي هو اسمه العمده اللي في خيرله من جوه. انا التركي بكام هنا؟ سير رقيقه قوي. هي دي عامله كام؟ 5 ثم رققوها اكتر من الاول بس حلو والله. الاجنحه اللي احنا كنا بنجيبها ب 18 27 ب 37 جنيه. فل عليكم يا جماعه. بصراحه تعبان معايا زياده يا جماعه. تعبان معايا خالص. هو اللي بيعبي لي الحاجه بتاعتي. بصوا بيعبي لي دي نص نص. لكن ده مش عايز يديني اللينسس عشان الكياس عمال يقول لي الكياس عايزه اتجوز. طب انا هعمل لك ايه بقى؟ احنا اتجوزنا وبصوا مش طايقين نفسينا. تسلم ايدك يا زياد. الله يكرمك.
عارفاني باجي اقول لهم عايز اتجوز. ربنا يكرمك بعروسه ان شاء الله. اللحمه عامله 170 جنيه وحلوه. انا بجيب من المحل ده بس انا مش عارفه اسمه ايه، اللي هو جنب المحل الكبير اللي اسمه البحر في الهانوفيل من بره. هو المحل اسمه ايه؟ المراعي بجيب منه حلوه، لحمته حلوه قوي، والواقف جوه ده يعني بيظبط. يا جماعه انا جيت بس حاسه ان انا مش قادره اتكلم، او حاسه ان انا بجد متضايقه قوي، مش عايزه ان انا اضايقكم معايا. بس بجد الحاجات غاليه قوي. في لحظه كده عماله بفكر في كل حد عنده طفلين 3 وبيخش له دخل ثابت مفيش غيره، زي حالاتي يعني. فالحمد لله طبعا، الحمد لله ربنا بيكرم، حتى لو انا مثلا بعمل شغل حاجه بسيطه بساعد بيها. بس يعني انا في دماغي الناس اللي ما عندهاش حاجه داخله لها تانية. فكرت في ابويا اللي بيروح على باب الله ممكن يخش يعني بيومية وممكن ما يجيلهوش. فكرت في امي، في الناس اللي قاعده في ايجار. مش عايزه ازود عليكم ولا عايزه اقلب المواجع، بس بجد اول مره في حياتي حاسه ان انا زعلانه. اقسم بالله انا راجعه ما المفروض كنت جبت بصل، ما رضيتش اكمل اجيب بصل. اي نعم انا مش راجعه معايا ولا شيلم، والألف ونص كمان حاطه من معايا 200 جنيه. الدنيا صعبه، ربنا يرحمنا وانا لله وانا اليه راجعون. يعني كل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ولما نلاقي مصيبه كده وكارثه ندعي وبالاستغفار يعني ربنا يضيع اي بلاء من علينا. فوالله العظيم الحاجه غاليه قوي، فالله يكون في عونكم. على قد ما هقدر انا عن نفسي ماليش دعوه بحد، عشان برضو ما الاقيش واحده ملهاش لازمه تكتب لي كومنت ملوش لازمه فهرد عليها كومنتات ملهاش لازمه تعملي فيهم العريف والكلام ده. لا، انا على قد ما انا هقدر انا همشي على قدي وبحاول وعاجبني تقسيماتي، وعاجبني الاكل اللي بقدمه، وعاجبني الفطار اللي بقدمه، والغدا اللي بقدمه، والنوايب اللي بقسمها. عاجبني كل حاجه. طز في اي حد، يعني انا مش بتكلم للناس المحترمه، في اي واحده مش عاجبها ده خالص. تمام. وصلت لدرجه خلاص ان انا مبقاش فارق معايا اي حد، الناس المحترمه على الراس، الناس اللي مش كويسه تحت رجلي باي كومنتات سلبيه او وحشه. وشكرا للناس اللي بترد على الناس اللي مش كويسه يعني وبتكتب كومنتات سلبيه. طبعا هقسم معاكم دلوقتي الحاجه وهقول لكم الكميات اللي انا جبتها في الفيديو، بس بجد مش قادره اتكلم. هحاول اقول لكم انا جبت ايه. والله العظيم بيت الجمله بس 400 جنيه بالظبط، يعني مش ثواني اشوف لكم. بيت الجمله قريت هنا اهو 4 جنبيها صفرين وخصم بس 4 جنيه وربع، يعني جايه لكم اصلا خطأ شايفينها. روح اغسل ايدي كده واوريكم الحاجات اللي انا جبتها. نبدأ الاول بالجبنات عشان اشيلها على طول. والله يعني انا ما جبتش حاجات مالهاش لازمه خالص، لا ده انا جبت كله محتاجاه. يعني انا جبت برطمان عسل، بس انا العسل ده مش بجيبه كل شهر بصراحه، يعني ممكن شهر او شهر لا، ممكن شهرين لا، او شهر يعني مش بناكل حاجات حلوه كتير، بس يعني حلو بحتاجه مثلا لما بطلع وش اللبن بتاع القشطه بتاعت وش اللبن بستخدمه. عندي فلفل اسمر بس انا حبيت ازود الفلفل الاسمر مش هيخسر، جبت ب5 جنيه من بيت الجمله. الحبه دول حلوين قوي وبيريحوني. جبت شويه سمسم عشان لو حبيت اعمل شويه مخبوزات، دول ب3 جنيه. وجبت حبه البركه برده ب3 جنيه، هسيبهم زي ما هم مش هفرديهم في علب، يعني حلوين كده يتشالوا زي ما هم كده. طبعا اللبن البودر ده انا ما بستغناش عنه، وانتوا عارفين ان انا بحب اللبن البودر قوي وبعبيه في العلبه بتاعته. تمام. ب10 جنيه جبتهم. جبت ازازه اللبن دي كنت متردده جدا ان انا اجيبها، بس حقيقي انا بحبها جدا في البشاميل. خلطه البشاميل اللي بتبقى حلوه قوي، بيدي طعم لطيف قوي اللبن الجهينه. كان عامل 34 جنيه 36 جنيه بدل 37، يعني ناقصين جنيه. والله فكرت اللحظه اللي هي ملهاش لازمه ومش عايزاها واشيلها، بس يعني قلت خلاص ما فيهاش مشكله هسيبها. ولسه الاكسباير بتاعها يعني اللي هو مده الصلاحيه تنتهي فيها لسه شهر 5 الجاي باذن الله، فاكيد طبعا هتكون تخلص. انا بحب اعمل في الشهر او مرتين او مره بشاميل، فجبت دي بعملها على مرتين. او حبيت اعمل حاجات حلوه برده كيكه. طبعا انا لسه جايبه لبن من قريب ازازه من واحده فلاحه بتيجي وكده، فجبت منها ازازه. علبه المايونيز دي ب21 جنيه وملهاش لازمه، بس انا بحبها في التوميه، عشان مثلا لو اجيب حاجات اعمل توميه جاهزه في البيت هتكلفني. التوميه عشان تعمليها في البيت بتحتاج بيض وبتحتاج زيت ومايونيز مستردة.
فمستردة وبيض وزيت هيبقى كميه كتيره. فانا بجيب المايونيز ده بحط حبه منه على بطاطسايه يعني بسلقها كويس وبهرسها وبنزل عليها بده، وابتدي ان انا اقلبهم كويس بالمضرب جامد لحد ما يختفي ده في ده. احط عليها شويه ملح وفص توم ادوق كويس، تبقى توميه وتبقى طعمها زي العسل والله العظيم. جبت علبه الجبنه دي عامله 29 جنيه بالظبط. جبت دي بس. هوريكم الجبنات التانية اللي انا جبناها. دي عامله 29 جنيه. خلينا ماشيين مع بعض واحده واحده كده في الجبنات الاول. قلت انا مش هجيب تاني من بيت الجمله بيفي او لانشون عشان بحسهم اللي هم غاليين قوي. في ماركت اللي انا صورته لكم حلو، اسعاره حلوه وتقطيعته جميله. دوت كده عامل 30 جنيه وساجد بيحبه وشبط فيه، فجبت له علبتين. انا جبت علبه بالفلفل الاسمر، وجبت العلبه الثانيه دي اللي هي الساده. فما كنتش عارف الاسعار كده وقالوا عليها خصم. طب خصم لقيته 5 جنيه بس، يعني العلبتين دول عاملين 60 جنيه. برضه كنت انا هوفر فيهم، كان ممكن اجيب لي ب 20 جنيه ولا ب 30 جنيه احسن من الماركت، ونضيف جدا برضه ونوعه نضيف قوي. هوريكم دلوقتي تقطيعتهم حلوه قوي والتركي بتاعهم. فدول كده عاملين بالظبط كده 45 ودي 30، يعني 75 جنيه. 75 جنيه ياما قوي برضه، يعني استعبطت في دي. جبت ربع كيلو جبنه بالبسطرمه اللي هي السايحه دي، كيري بالبسطرمه عامله 15 جنيه ربع كيلو ب 60 جنيه. وجبت الجبنه دي عشان انا بصراحه كان نفسي فيها وريقي جرى عليها على البرجر، مع انها مش هي دي، بس انا يعني انا حبيت. هي مدوره كده بتتحط على البرجر من فوق، مع انها مش هي. بس التانيه اللي بتتحط على البرجر غاليه قوي بصراحه، عامله 63 جنيه. غاليه غاليه. انا كنت جايباها من فتره كبيره مره واحده من ساعه لما اتجوزت جبتها، كانت عامله 35 على ما اعتقد، كانت مقلوعه. لكن 63 ولا 53 كتير. دول كده عاملين 20 جنيه بتاع 6 قطع. النفس ما طب سحبها في داهيه. والفضول 12 جنيه خلطه فراخ دي كنت هموت واجربها، اللي هي خلطات الشام. ولقيت ناس كتير بتشتري وقالوا اللي هم حلوه من اللي هي خلطه البطاطس وحاجات كتيره والسمك. بس انا حبيت الفراخ اكتر التتبيله، مع اني بعمل تتبيله حلوه في البيت من البهارات، بجمع البهارات كلها. بس يعني كان عندي حب استطلاع اجيبها واجربها. في نفس الوقت هبقول لكم لما اجربها وتابعوا فيديوهاتي. لو لسه اول مره تشوفوني ان شاء الله تحبوني تعملي سبسكرايب. جبت ديت وجبت ربع كيلو او مش عارفه ربع او مش عارفه هي قد ايه، بس هي عملت 19 جنيه. جبنه ناشفه انا بحبها جدا جدا، يعني بعشقها. جبت باميه عشان ما فيش باميه في السوق وانا نفسي فيها. وملوخيه انا بجيب كل شهر كيس بعمله على مرتين، ولو احتجت فريش بجيب نص عادي سايب بعمله، بيبقى فيه ملوخيه عاديه. بس الفتره دي الموسم بتاع السبانخ وبتاع القلقاس، فجبت بقى دي ودي. مش عارفه سعرهم كام الحقيقه، بس انا جبتهم. يعني عاوزه اقول لكم ان انا مسكت كيس بطاطس وكان نفسي اجيبه، بس رجعته قلت لا مش على الفاضي، مش حرام، مش خلاص يعني. مش هجيب كيس على الفاضي ب 40 جنيه ولا ب 54 جنيه عشان احمر بطاطس وياخد زيت كمان. طب ما انا بجيب العاديه واعملها. جبت ربع كيلو ليمون مخلل ب 5 جنيه. قالب حلاوه ب 13 جنيه كده. وبرده الحاجات الحلوه مالناش فيها، بس انا بحب اعمل الفطار بتاعي بقدم ميكس كده. الناس اللي عارفاني اللي انا بجيب طبق كبير واحط فيه شريحه جبنه تركي على مثلا بيضايه متحمره مع بسطرمه مع جبنه بيضه مع شريحه بيفي زيتون، وبحط في طبق لوحده كده مربى مع او حلاوه، يعني بتبقى حلوه والله ميكس وبيشبع جدا. جبت تومين الجبنه بس اللي هي اسمها ايه، موتزاريلا. جبت منها علبتين. وجبت ب 10 جنيه جبنه تركي مبشوره عشان لو حبيت اطعم بيها بعد الاكل، يعني احنا قلنا لكم بنمشي على قدينا. وجبت دي ب 10 جنيه برضو او ب 5 جنيه. دي ب 5 جنيه جبنه شيدر برضو بتطعم في بعض البيتزا والاكل والحاجات من دي كده. الحاجات اللي انا جبتها قسما بالله ب 400 جنيه ومش فاهمه ازاي. مفيش حاجه تانية اهو. كيس فتح الله كلها انا فتحتها، يعني انا مفيش كيس تانية، مفيش كيس تانية. انا مش فاهمه ازاي 400 جنيه اقسم بالله، يعني انا مش فاهمه. تقولوا لي 400 جنيه في ايه؟ انا مش عارفه. يمكن الراجل ضاف حاجتين من غلط. هراجع الفاتوره برضو، هرجعها تاني. يمكن هو ضاف حاجه غلط، بس انا راجعها وارجع لكم. يا جماعه مفيش حاجه هو مظبوط اللي انا اخداه ب 400 جنيه والله العظيم. 395 بالظبط. مش قادره افكر ولا قادره استوعب. جبنه تركي طبق ب 5 جنيه، خفيفه في الشريحه شويه زي ما قلت لكم، بس والله جبنته ريحتها حلوه قوي جميله جدا وخفيفه. 3 شرايح دول ب 5 جنيه، فحلوه يعني بطلعها جنب الفطار. وزي ما قلت لكم انا بحاول يعني امشي نفسي على قدي، يعني مش كل يوم هقلي بيض ولا كل يوم جبنات، لا ممكن مثلا يوم كده اعمل شويه فول بالطحينه جنبيهم شويه بطاطس محمره او بتنجان. اكيد مش كل يوم هنقلي، عشان واحده برده قالت لي الحاجه غاليه احنا هنقلي زيت ازاي، وقعدت تتريق وتعمل. فما علينا. وجبت بقى هدي اللانشون، انا بحب اللانشون بالزيتون قوي، فده كده لانشون ب 5 جنيه ومش وحش برده وتقطيعته حلوه قوي.
فانا قلت بعد كده مش هجيب من بيت الجمله خالص جبنات، هجيبه من الماركت ده، حلو وموفر قوي بالنسبه لي. جبت 30 جنيه جبنه تركي اهو، طبق على 2 يعني طبق ب5 جنيه. والبيض، البيض ال10 بيضات ب32 جنيه، وفي 10 29. انا جبت اللي هو 32 عشان الواحده كبيره فيها دبل 2. هوريها لكم. وجبت 3 بيضات بلدي بس، قلت لسجوده عشان سجوده ساعات بيحبوا مسلوق فبسلق له. هي البيضه ما شاء الله كبيره، شايفينها؟ ربنا يرحمنا بجد. انا لقيت بطاطس كيلو ونص ب10 وبطاطس كيلو ب5 جنيه، فجبت كيلو ونص ب10 اهي. تمام. قلت دي اخليها ايه للتحمير. وجبت اللي هي ب5 جنيه لو حبيت اعمل بطاطس صينيه ولا حاجه، اهي ما فيهاش اي حاجه غير الحته دي الخرم ده، ودي مش سوسه، دي بتبقى يعني ايه مش عارفه عيب خلقي ولا ايه، بس هي ما فيهاش اي حاجه يعني، حتى ممكن اقشط الحته دي خالص، اهي كلها ما فيهاش حاجه خالص، هي كده فارغه من جوه، فاضيه من جوه اهي، الصغيره نضيفه ما فيهاش اي حاجه برده يعني. هي بس الكبار دول اللي انا وريتهم لكم، والباقي صغير بقى. ده انا بحبه في الصينيه، في صينيه بطاطس قوي، بقسمها على 2، بتبقى بطاطسيه كبيره كده وملحمه. بس هما بس الاثنين الكبار اللي انا وريتهم لكم اللي هما ايه، تحسوا ان هما مخرومين بس من جوه ناشفين مش فيهاش حاجه. المره كده بقى اوريكم الحاجات بتاعه العطار اللي انا جبتها. جبت نص كيلو سباكيتي، بس جبت كيلو منها نصين. احمد ما كانش بيحبها، بس بقيت اكسرها له بقى ياكلها يعني، بس انا بحبها قوي سبحان الله، مع انها كلها عجينه واحده، بس بحس ان الطعم بيختلف خالص من الاقلام والعقل، وديت بتبقى بجد دي انا بحبها خالص. فجبت منها الكيلو. ولما كنا بنعمل جردل ثلاجات الشهر كان عندي من الاول كيسين مكرونه وادي كيسين، وفي كمان بتهيألي تاني نص مش فاكره، بس يعني احنا مش بنعمل مكرونه كتير يعني، ممكن اعمل 3 مرات 4 مرات في الشهر مكرونه. جبت 3 طنصاص دقيق. بحب الدقيق قوي، بحب اعمل عيش سوري بيبقى طعمه لطيف قوي. من وانا صغيره كانت امي تحط لنا الاكل انا واخواتي وناكل، وهي ممكن تكمل بعدينا الاكل. ما كنتش فاهمه النقطه دي ليه، بس دايما كانت تقول لي انا شبعانه. دلوقتي انا لما كبرت انا بعمل كده مع ابني، بس ما بقولوش انا شبعانه. يعني مثلا لو ساجد بيحب الموز قوي، نعم حاضر. ساجد استنوا يا جماعه. المهم يعني ساجد بيحب الموز جدا، وانا بعشق الموز بجد. مجرد ما جوزي بيجيب موز، حاضر اهو افتكر الموز، مجرد ما جوزي بيجيب الموز اقسم بالله وصحه وعافيه بياكله كله، وانا ما بلحقش اكل فيه. فاللي هو بياكل كاني انا اكلت. فطبعا انا مش هقدر اقول لكم ان انا بحرم نفسي من اكل، لا خالص والله، انا باكل الحمد لله. وانتوا كمان ما تحرموش نفسيكم، بس على قد ما هنقدر هنمشي على قد اللي معانا وعلى قد ظروف زواجنا. فوالله علينا بالدعاء. هنا انا جبت كيلو وربع لحمه بلدي، كيلو عامله 170، وخليته وزني ربع كيلو لوحديها، عملت حته كده حطها لي بحالها ب50 جنيه، كانت عامله 59 بس قال لي هشيل لك ال9 جنيه، قلت له ماشي وبس. هنا بقى الكيلو الا ربع لحمه مفرومه انا قسمته على 5 اكياس، والحمد لله ما بتطلع مثلا بطلع كيس، يا اما انا احط في حشوه المكرونه بشاميل اللي بحط معاه بصل كتير كده، بيبقى طعمه والله لطيف، بيبقى حلو قوي، ما بتبقاش بصل كتير قوي يعني. بحط مثلا معاها ببشر جزرايه على طماطميه سمسم على فلفل الوان، بتبقى من جوه الحشوه ما شاء الله الله اكبر جميله. وكذلك لو عملت كفته بحط برضو بصلايه، وبعمل سخين كفته، والحمد لله بتتقضى يا جماعه والله العظيم. اهم حاجه الرضا والقناعه، ويعني احنا ناكل لقمه نظيفه برضو يعني. حتى انا بروح اهم حاجه عندي اللحمه البلدي بجد. انا رحت جبت منها كيلو وربع، قسمته على 4 يعني يا دوبك الحمد لله. هنا بقى انا كان نفسي في سبيت قوي 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 قوي، بس لقيته غالي عامل 180 و160 جنيه. فلقيت الراس بتاعه السبيت دي، في ناس يعني هما بياخدوا الراس لوحديها يبيعوها، وبيبيعوا بقيه الجسم لوحديه. فبقيه الجسم لوحديه عشان ما بيوزنش مع الراس، فبيبقى لحم صافي احلى، بيكون ب180. فانا اخدت الراس عامله كيلو ب40، اخدت نص كيلو هتتنضف، وقلت بس شطفتها كويس وقلت هشيلها، ولما اجي اعملها في يوميها بقى انضفها. فبتتشطف كويس وبتعمل بقى طاجين كده في الفرن مع شويه تسبيكه كده حلوه، وشويه كرفس وشويه شبت وكزبره، بتبقى طعمها زي العسل. فانا جبته لاني كان نفسي في السبيت قوي، وقلت ان شاء الله مره تانية ربنا يبقى كريمني وهروح جايبه عادي خالص يعني، مش هموت اكيد. بس طبعا الفلوس ازمت معايا، فجبت بس كيلو اجنحه بالرقبه، والحقيقه ان انا ما قسمتهوش مع اكياس الفراخ اللي فاتت، انا سبته زي ما هو. مع سجوده صحى ومش عارفه مين وعمال يتف عليا ايه لان يبقى انت والاسعار علينا يا ابني. طب يا جماعه استنى اوريكم اخر حاجه عشان نختم مع بعض. دي كده اللحوم اللي انا قسمتها. هتقولي لي ازاي يا فريده كده الا ربع ال5 اكياس؟ ما اعرفش، هو كده
عملتهم. والصدوق عملته طبعا على 2 عشان سجد طبعا هو صوابع وما ينفعش يتقسم، وكمان سجد بيبقى ليه نايم كده معانا، فيا دوبك ربع يكفي قوي. السمكتين دول فسيخ زي ما قلت لكم، هعمل طريقه واقولها لكم يا جماعه. وبس لحد كده والحمد لله. والله العظيم والله العظيم من ساعه لما جيت وانا عماله اقول اللهم لك الحمد حتى ترضى واذا رضيت وبعد رضا، ولا حول ولا قوه الا بالله، والحمد لله على كل حال. فالحمد لله كتير كتير كتير، الحمد لله ان احنا بصحه بستر، الحمد لله الحمد لله والله العظيم، وما بعدها نعمه. الحمد لله على كل حال. بحبكم كتير، يا رب لا مره تشوفوني تكوني حبيتوني وما كنتش خدت من وقتكم على الفاضي. فرعايه الله ما تنسوش تصلوا على النبي، وتابعوني انستجرام لو حد عايزني في خاص على الانستجرام. هسيب لكم اللينك في اول كومنت او في الصندوق الوصف عشان انا بنسى، بس غالبا هتلاقوه في صندوق الوصف. باي. مش فاضي اقول لكم باي، بعمل لكم كده.